مساء الفل. لا فل ايه، مساء الزفت. عشان اللي بيحصل في الملعب ده ان اللعيبه تسلمك ونشوف الاداء اللي شفناه في الملعب النهارده ده، بلس بقى ان انت كمان بتحاول تثبت فلسفتك ومش مهم نكسب ولا لا، ما ينفعش يعدي على خير. تشكيل جبان كالعاده. انت برضو بادئ ببيندير بعد ما انت كان عندك فرصه النهارده ان انت تبدا بلامنز، اديله دقايق. ماتش برنتفورد مش الماتش المرعب، ولكن انت مصمم تبدا ببايندير عشان غالبا انت مخزن لامنز ان انت تلعب بيه ماتش يكون على ارضك وسهل نظريا زي ماتش بقى ساندرلاند اللي جاي. الثلاثه اللي في الدفاع ما فيهمش اي تغيير، ودي مشكله اكبر ان انت ما بتلعبش برضو بيورو بعد الاداء اللي مديهولك من اول الموسم، فمقرر برضو تبدا بالثلاثه البطاء دي ليخت وماجواير ولوك شو اللي بيعمل لك مصايب برضو كل ماتش. وخلاص مش عايز افضل اتكلم في النقطه دي كتير. الاربعه اللي في نص الملعب نفس التشكيل الجبان اللي انت بتعمله عشان تلعب سيف زون. انت بتلعب باوجارتي جنبه برونو. انت كان عندك فرصه النهارده تبدا ببرونو وماينو وتبقى بتلعب كوره وتبقى بتهاجم وتبقى بتمسك كوره عليهم، لكن انت برضو قررت تلعب سيف زون واوجارتي اللي هو من اول الموسم لما بيلعب بيكون اسوأ حتى من كاسيميرو اللي اتطرد الماتش اللي فات، انت بتكافئه وبيلعب النهارده. يمين دالوت طبعا الحمد لله على السلامه، مش هنتكلم عنه كتير، هو ما كانش مهم يرجع اصلا. على الشمال بتلعب بدورجو، الراجل اللي عنده شويه سرعه وعنده شويه كوره بس محتاج مخه ينضف معانا شويه. الثلاثه اللي قدام اول مره يلعبوا مع بعض كبدايه لاي ماتش. كونيا جنبه مبومو جنبه سيسكو، اتمنى ان احنا نعرف نوصل لهم الكوره عشان بس نبدا نشوف شويه كونفرجن. الماتش طبعا بدا ان هم بيضغطوا علينا من اول دقيقتين، وماجواير بيطلع الكوره بمبدا السلامه بتاع كابتن حماد امين. فاكرين بعد الماتش اللي فات لما قلنا برنتفورد راس مالهم الكور العرضيه والكور اللي ساقطه جوه المنطقه؟ هم كمان بيلعبوا اوت طويل اخطر من العرضيات، ربنا يستر. دالوت لما بيجي يدافع بيحل اسوأ من محمد هاني. احنا رحنا بهجمه واحده، اخطر حاجه في الهجمات اللي بنطلع بيها دي ان انت نص ملعبك مش مغطيك، فاي حاجه بتتقطع بتترد عليك بهجمه. المرتين اللي وصلنا فيهم للثلث اللي قدام لغايه دلوقتي كان اصلهم كره طويله من لوك شو وكره طويله من ديليخت، مفيش اي بيلد اب ولا اي حاجه بتتعمل في نص الملعب عشان توصلك لقدام. مشكلتنا الازليه اللي من اول الموسم نفس اللي بيحصل كل ماتش، عشان مش عارفين نوصل الكره للمهاجم. سيسكو واقف عند خط النص عشان يستلم الكره يبدا بيها هجمه، فراح استلم وما لقاش حد قدامه يديها له، فطبعا الهجمه خلال 10 ثواني بالظبط انت لقيت الكره في رجلين برينتفورد مش معاك. ما طبعا لما نطلع بهجمه بدالوت لازم تتقطع، ردت علينا بهجمه لا، ما طبعا الكره تروح منك لازم نلبس جول طبعا. دي الكرة بقى الدفاع المتقدم اللي كنا بنتكلم عليها اول الماتش. ماجواير واقف لوحده على خط النص، الكرة اتلعبت من وراه راح انفراد سجلها بمنتهى السهوله. ماجواير عمل تصرف قمه في الغباء، كان يقدر يروح يغطي عليه لان هو اصلا كان راجع خطوتين لورا، ويا سيدي خلاص مش هتغطي الاوفسايد روح خدها منه، لا راح قاعد يفكر مرتين ثلاثه، اتقدم خطوتين كانت الكرة اتلعبت، بقى هو اصلا الثاني المهاجم متقدم عنه، سجلها وراح انفراد وماجواير. طبعا بايندير واقف متفرج، لا انت بتشوف الفار الكره واضحه انها مش اوفسايد، يعني الكره اتلعبت وهو بيحاول يغطي، حاجه في منتهى السذاجه. اتحسبت طبعا وشبيه مبومو يتقدم 1-0 لبرينفورد. 1-0 لبرينفورد في اول 10 دقائق في ملعبهم. انا شفت الماتش ده فين قبل كده؟ ال10 دقائق اللي فاتوا دول احنا بندافع بطريقه الصد رده، الكره بتجيلنا نطلعها لقدام ياخدوها تاني يلعبوها علينا تاني هجمه نصدها منهم، او واحده دخلت جون ما بنعملش اي حاجه. برينتفورد لقوا نفسهم مش عارفين يعملوا جليتش الكورنر بتاع لندن اللي بيتلعب علينا كل ماتش بنلعب فرقه من لندن، فبيلعبوها بقى بايديهم اخطر من الركنيه اللي بتتلعب عليك. برينتفورد بقى لهم 16 دقيقه بيلعبوا علينا جون مشترك زي ما احنا كنا بنلعب على تشيلسي، بس تشيلسي كانوا ناقصين واحد، احنا ناقصين 3 4 بس من التشكيل محبه كده يعني. استر يا رب. حلوه الصده دي يا بندير، جليتش الكورنر بتاع لندن اشتغل تمام يا جماعه. حلوه جماعه، احنا بيجي علينا غارات مش هجمات والله. هو هندرسون ماله يا جماعه؟ ايه الروح دي؟ ده انت ليفربولي جدا. الواد بايندير برضو في الاخر حتى لو صدها حلو تحس ان الكره اتقل منه، صدها ووقع لورا. 19 دقيقه هم عندنا الكور اللي بتتلعب علينا احنا بنشتت، ومعتمد بقى على سرعه مبومو يحاول يطلعك بهجمه، فطبعا بتتقطع منك كل مره. ما رحناش، احنا لسه هنلعب هنيجي ان شاء الله. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، طبعا هنلبس الثاني. نظريا نفس اللي حصل في الجول الاولاني بالملي، انت طالع بهجمه فشلت اتقطعت منك، بتلعب دفاع عالي اتردت عليك بهجمه خطر جول. الموضوع بسيط بس انت مش شايفه. لوك شو انت لو مديننا والله مش هتلعب كل ده. ذا كيوريوس كيس اوف لوك شو وفيل جونز في مانشستر يونايتد. انت محتاج تعرف ان فيل جونز كان موجود في النادي من 2012 لما خدنا الدوري اخر مره في 2013، هو مش السنه اللي فاتت. كان بيعمل ايه بقى احنا مش عارفين، بس هو كان موجود بركه. هو الفرق بين الماتش ده والماتش اللي كان وقت تنهاج ان الدقيقه لما جت 20 كنا 4-0، فاحنا دلوقتي في تقدم يعني 2 بس. الجمهور في المدرجات قاعد بيتفرج زي اللي مات له حد، بس انا مش عارف مستغربين ليه بصراحه. بصوا الكره اللي بنحاول نطلع بيها دلوقتي دي في الدقيقه 22، الكره في رجل ماجواير وبيحاول يطلعك بالهجمه. الكره دي لما كانت مع يورو الكره كانت بتوصل لديالو او بتوصل لبرونو اسرع من كده،
ماجواير فضل ماسك الكرة في رجله وبيبص يمين وشمال، يديها لديليخت ولا يديها لمين، وفي الاخر ولا حاجه. لوك شو مفيش كرة بيطلعها من رجله صح. حتى الكرة اللي دلوقتي حاول يلعبها لقدام خبطت في لعيب برينتفورد وطلعت اوت، والناس بتسقف له يعني تشجيعا بقى، يعني انت خلاص انت مش متخلف عقليا. اكيد مش صدفه ان دالوت اول ما يرجع من الاصابه ويبدا يتمرن معانا واحد يموت عند ديالو فما يلعبش الماتش. اكيد دالوت اللي قتله. المشكله ان احنا في الثلث الدفاعي حتى لما بناخد منهم الكوره بنعملها بفاول، فبتبقى برضو فرصه عرضيه زياده عليك. عرضيه بالونه من دورجو، حلوه دي، واحده، يلا يا سيسكو، يلا يا سيسكو، يلا يا سيسكو. يعني سيسكو سجل اول جون فما بيحتفلش على اساس ان هو كان بيلعب معاهم ولا ده حجز كوره ولا ايه؟ ما احنا اتبسطنا يا سيدي، اتبسط معانا. ده التوفيق بقى. يعني هو اوجارتي طالع بالهجمه وحشه من الاول، وبعدين يلعبها دورجو عرضيه بالونه اوحش تسقط في المنطقه، مبومو يقف يحجز عليه بس من غير فاول، يلعبها بدماغه ما تجيش، يلعبها بيمينه ما تجيش، يلعبها بشماله في سقف الشبكه. ادخل لي مره. شباب ممكن نسترجل شويه عشان احنا محتاجين ال6 نقط قبل التوقف الدولي ولا مش هينفع؟ كونيا ليه بيلعب بفورمه نيمار، كل ما حد يلمسه ينزل يصوت في الارض. انا عامه مش شايف اي اضافه لكونيا من اول الموسم لغايه دلوقتي، احنا صابرين. عرضيات بلا هدف للمره الثانيه على التوالي. الفرقتين بقى لهم 3 دقائق بيلعبوا فولي بول، الكره من دماغ ده لدماغ ده وبتسقط في الارض ويرفعوها تاني، ما بنعملش حاجه. رميه تماس ثالثه لبرينفورد، عيب والله. يلا يا كونيا، يلا يا كونيا. نفس اللي بنقوله كل هجمه، يعني هو كونيا طالع معاه دلوقتي، معاه برونو يمين ومعاه سيسكو شمال، لا لازم انا اللي اشوط، انا اللي هجيب الجايزه. يا عم ما تعصبناش يا عم، الكوره لعبه جماعيه، العب مع زمايلك. الجون اللي سجلناه الشوط الاولاني يمكن شويه يدينا دفعه الشوط الثاني ان احنا نقدر نعمل حاجه نتعادل ويمكن نرجع في النتيجه، لكن طول ما انت نص الملعب ممسوك منك انت محتاج واحد زي ماينو يعرف يمسك كوره شويه ويعرف يطلعك لقدام. اموريم كل ما الكاميرا تيجي عليه يديك البوست بتاع ابو طارق قاعد حزين وحاطط ايده على خده. لوك شو تحس ان هو لما بياخد الكرة بيخاف، ما بيعرفش يتصرف. الكرة اللي ماجواير بيلعبها برجله عشان تطلعنا قدام، كايودي بتاع برينفورد بيلعبها بايده في الاوت عادي. دالوت حاول يعمل اوت من اللي كايودي بيعملهم بس هو وقعها على حدود المنطقة. الاحصائيات بتقول ان احنا لمسنا الكرة 10 مرات في البوكس بتاع برينفورد. امتى؟ وعملنا 10 محاولات على برينفورد، منهم 3 بتوع سيسكو اللي كانوا كرة واحدة اللي جت جول. لغة الارقام بتقول ان جيرو هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، متفوق على تيري هنري وزين الدين زيدان. هو ده بالظبط نفس الترجمه بتاعت ال10 كور اللي احنا رحنا بيهم على برينفورد. لا ولا حاجه، ما يمثلوش اي حاجه. حلوه يا ديليخت، ارجل واحد في الملعب. الواد تياجو بتاعهم ده تحس ان هو ده مبومو الاصلي، بس هم مركبين له كفر، جايب جولين يعني، مبومو بتاعنا ما عملش اي حاجه. الحمد لله عرفنا ناخد منهم رميه التماس اللي بيلعبوها عرضيه دي في المره ال5. الفيو بتاع كاميرا الحكم ده تاني أسوأ حاجة في العالم بعد ليفربول. طيب مفيش حاجات كتير تتقال في الشوط الأولاني غير إن أموريم واضح إن هو مش مذاكر برينتفورد خالص. الكرة بتاعت الأوت اللي بيلعبوها عرضية أخطر من أي كرة بتتلعب برجليهم دي، لعبوها عليك 4-5 مرات، أنت بدأت تاخدها من المرة ال5 وهما بيلعبوا عليها من أول الدوري، وكانت بتشكل عليك خطر وأنت قاعد بتتفرج عليها. برينتفورد كمان فريق أسرع منك، فقررت برضو تلعب دفاع عالي قدامهم، لكن حتى دي كمان بدأت بتشكيل غلط وحاطط يورو على الدكه وبتلعب بديليخت وماجواير وشو، ابطا 3 ممكن يطبقوا لك الدفاع العالي ده. فطبعا الدفاع العالي ده مع غباء ماجواير وتردده ان هو راح ورجع مرتين، الكره اتلعبت من وراه كان فات الاوان وسجلوا منها الاولاني، واتلعبت عليك مرتين بعد كده وربنا ستر. بلس بقى ان ماجواير طول الماتش طويل بلا هدف، اي كوره في المنطقه بتتاخد من قدامه، وفي كورتين اتلعبوا حتى من فوق. الجون الثاني بقى كرة تقريبا مكررة اتلعبت عليك قبلها مرتين 3، المرة دي انت كنت بتهاجم اتقطعت منك كالعادة، اتلعبت الهجمة من ورا الدفاع كانت متطرفة ناحية الشمال، طبعا ماجواير متفرج حاول يغطي عليها، الكرة عدت من قدامه عادي جدا، دخلت المنطقة، لوك شو واقف بيتفرج عليها، بايندير صدها مرة، الكرة الثانية ايده مخرومة، بقيت 2-0 في ثلث ساعة. نظريا جول سيسكو مهم عشان هو كان بعد اقل من 5 دقائق من الجون الثاني اللي انت لبسته، فالمفروض ان الجون ده يرجعك في الماتش ويديلك ثقة. عمليا هدف بلا هدف، ما حسيناش بقى باي فرق من اللعيبه ولا من المدرب ولا من الخطه ولا حتى رحنا باي هجمات خطر. انت عمال تشوف ارقام ان انت بتحاول 10 محاولات منهم 2 3 اون تارجت، لكن اللي على ارض الملعب ماتش ممل هم كمان مسيطرين عليك فيه. الشوط الثاني لو عايز ترجع في النتيجه لازم تغييرتين مهمين. الاولانيه ان ماينو لازم ينزل في نص الملعب، ولو هينزل مكان اوجارتي اللي ما بيضيفلكش اي حاجه في الماتش، ولا دفاع ولا هجوم. التغييره الثانيه لازم تكون ليني يورو مكان ماجواير. للاسف مش هقول لك طلع لوك شو عشان مش هتبقى عدله ديليخت ولا هتبقى عدله يورو ان هو يلعب في الحته دي، لكن يورو لما كان بيبدا معاك الماتشات اللي فاتت كان بيعرف يطلع بالكوره وكان بيعرف يوصلها لنص الملعب واحيانا للمهاجمين، فلما تعمل ده مع وجود ماينو شويه ممكن يبقى عندنا عمق في نص الملعب
نعرف نتعادل ونشوف بقى بعدين هنعمل ايه. دالوت دوره في الملعب ان هو يستلم الكوره ويسلمها تاني لكونيا. الشيء ده كل ما يمسك الكوره بيعصبني، دي قلناها قبل كده في الحلقات اللي فاتت، بس انا مش هقول لك انا وماتش عشان انت لو بتتفرج كنت هتعرف هو كان بيعصبني ليه. 4 دقائق في الشوط الثاني من اللا شيء، الكوره بتروح هنا وتسقط هنا، نفس اللي كنا بنقوله الشوط الاولاني تقريبا. انا مش عارف احنا ايه اللي جابنا النهارده. كالعاده مفيش اي تغييرات بين الشوطين، فطبعا اي حاجه احنا قلناها عن فرصك ان انت تمسك كوره او ان انت تتقدم او ان انت تطلع بقى تعمل هجمه معدومه لغايه دلوقتي. يا جماعه احنا مش عارفين نطلع بالكوره، احنا بؤساء لدرجه ان احنا بنلعب على كل كوره لما نستلمها ناخد فاول مثلا عشان يطلعنا لقدام. حلو ده يا بومو، وديها كونيا، وديها كونيا، ما تشوطش من اول الماتش. قراراته اشوط الاول، مش مهم العب مع زمايلي. طب 52 دقيقه وكونيا ما قدملكش اي حاجه، ما تطلعه، مش عيب؟ لكن انت دلوقتي مكمل في نص الملعب عشان تثبت ان انت صح، مكمل ان انت تكمل بكونيا ومكمل بنص الملعب من غير ماينو عشان تثبت ان انت صح ولازم نكسب بالطريقه دي، ما انت مش كسبان. دالوت دلوقتي زود حاجه بقى للمهام بتاعته، بعد ما كان بس بيسلم الكره لكونيا بقى بيضيعها بره ويعتذر. طب الماتش اللي فات كنا بنسال احنا ممكن نعمل ايه بديل عن كره القدم، بس احنا بقى لنا 55 دقيقه بنتفرج على الولا شيء، فممكن بدل الملل ده نعمل كروشيه، نتعرف على اصحاب جداد، ننزل مول، نعمل اي حاجه غير بس اللي احنا بنتفرج عليه ده عشان نفسيتنا. طبعا الهجمه بتبدا من عند بايندير، مفيش نص ملعب. حلوه العرضيه دي في الاول. طبعا بومو كان بيلعب عرضيات على دماغ اللعيبه وهو في برينتفورد، جه عندنا محتاج تعويذه، العرضيات كلها في الاول تحس اللعيبه بتيجي عندنا تفقد الشغف. فاكرين الاعلان بتاع رجع له في خاده؟ هو اي حد بيجي عندنا بيفقد في خاده، مفيش كوره بتتلعب. ربع ساعه ما بنعملش حاجه غير ان احنا بنحضر ونلعب كور طويله. كوره راحت لبرونو لعبها شوطه وهو على حدود منطقه الجزاء ناحيه اليمين، كوره راحت لمبومو سقطها جوه المنطقه وطلعت اوت، لكن احنا ولا شيء ومفيش اي حاجه بتتلعب، ولسه الباشا قاعد بره بيتفرج معانا على الماتش لايف. بص بقى الكوره السقطه اللي بتتلعب عليك سهله، اتلعبت بدماغه سقطها من ورا لوك شو، كانت هتدخل تالت وربنا ستر. انت اي كوره بتسقط قدام لوك شو بيحجز عليها، بس بتتلعب من قدامه عادي. اوجارتي بيلعب بفورمه المحاسب اللي نازل يمشي كوره بعد الشغل. شادي كارو الدالوت والعرضيه، الحمد لله لوك شو طلعها بره، انا خفت يحطها والجون فاضي والله. عدم وجود نص ملعب مخلي اي كوره بتتلعب علينا في المنطقه حتى لما الدفاع بيطلعها هي بتطلع مباشره لواحد من المهاجمين اللي هو ساقط، ده مش دوره. انا عايزه يفضل قدام وحد يكون موجود نص ملعب يستلم الكوره دي ويطلعني ويودي المهاجم. انا بتكلم في بديهيات. 65 دقيقه بنتفرج على الولا شيء، ربنا يسامحنا والله على الوقت اللي بنضيعه في اللا شيء اللي بنتفرج عليه ده. نفس التغييرتين اللي كنا بنقول عليهم محتاج ينزلهم بين الشوطين، هو بينزل دلوقتي يورو وماينو، بس طبعا نزل ماجواير مكان يورو، فهمنا. دلوقتي انت هتنزل ماينو مكان كونيا عشان وحش، ولا هتاخد السيف اوبشن وهتنزله مكان اوجارتي؟ ما خذلنيش طبعا وهيفضل جبان ونزله مكان اوجارتي. كونيا عمل رابونا بلا هدف، هي وصلت دورجو وبعدين الكره اتقطعت منه والهجمه ما كملتش. احنا بنعمل هجمات بس عشان نبقى عملنا هجمات عشان ما نتحسدش. بص حتى الاوت اللي بنلعبه احنا لعبنا الاوت غلط واتاخدت مننا، بس في الاخر عرفنا نطلعها، لكن انت في الاخر حتى الكرة اللي معاك انت ما عرفتش تبني بيها هجمه. الفكره بقى ان اموريم قاعد بيتفرج على الماتش كل ده عشان يحصل ايه؟ يعني احنا قاعدين بنتفرج عليه واحنا كمشجعين ومش راضيين بالاداء، انت بقى موافق على اللي بيحصل ده ليه؟ احنا بقى لنا 5 دقايق يورو يطلع بالكوره يسلمها لماينو وبعدين يستلمها دالوت فيرجعها لورا، فيحاولوا يسلموها لمبومو وبعدين يتزنق فيرجعها لدالوت فيرجعها لورا. ليه؟ حلوه النقله دي من دالوت، حلوه دي يا مبومو، احسب ضربه جزاء. ليه؟ طب انت كنت مستني عشان تحسب ضربه جزاء؟ يعني هي من الاول شد وباينه قوي ان هو رايح ومنعه، انت مستني ايه عشان تحسب ضربه جزاء؟ وليه مستني اللاين مان ان هو يقول لك عشان تحسب ضربه جزاء؟ ده اللي كنا بنقوله الماتش اللي فات. يا سيدي انا وحش اديني حقي، الحكم واقف بيفكر يحسب ضربه جزاء ولا لا، في لعيب اتشد من الفانيلا قدامه. هو كولينز عمل مصيبه طبعا وشده من كتفه مش بس شده من الفانيلا، بس الفار دلوقتي بيشوف هي الكره هتتحسب طرد ولا هتفضل انذار. في رايي هي مش طرد، لان دلوقتي اتلغت العقوبه الثلاثيه وبقى الموضوع المفروض يكون فيه عنف او تعمد ايذاء عشان يبدا يحسب طرد في كره زي دي، او على الاقل الكره تكون تحت سيطره المهاجم. الكره دي كانت ملعوبه عدت من تحت رجل مبومو، هي ضربه جزاء صحيحه طبعا لكن ما تزيدش عن انذار في رايي. هو ايه موضوع ان اموريم بيخاف يبص على ضربات الجزاء اللي بنلعبها؟ يلا يا برونو، يلا يا برونو، حرام عليك يا برونو يا اخي، كنا هنرجع 2-2. حتى برونو الكابتن بتاعك بقى ذهنيا بره الفريق، ومش من ماتش ومش من 2، انتوا واضح ان كلكم من اول السيزون. ما انا لما يبقى المدرب بتاعي بيخاف يبص على ضربات الجزاء، طبيعي ان انا الكابتن بتاعي يبقى نفسيا مش مستقر ويضيع ضربة جزاء زي دي عشان خايف. راح الماتش طبعا، واي فرصه كانت ممكن تجيلك
ان انت ترجع في الماتش وتكسب. لو كنت سجلت ضربه الجزاء دي بالعكس انت دلوقتي هتبقى اسوأ، وعادي جدا نلبس الثالث ونلبس الرابع وخلاص نقلب بقى الماتش مسخره، عشان احنا مش فرقه يعتمد عليها. المدرب الجديد بتاعهم ده شبه لامنس الحارس الجديد بتاعنا بس بعد 20 سنه من دلوقتي. 78 دقيقه الفريق بيقدم اداء مستسلم تماما للهزيمه من الشوط الاولاني، مفيش بقى روح. انا مش هتكلم بقى في فنيات، اللعيبه ولا عندها روح ولا عايزه تلعب ولا ليها نفس، ولا اموريم اصلا قاعد بره بيعمل اي حاجه وقاعد بيتفرج على الماتش بس مباشر من ارض الملعب زي المراسلين بتوع بين سبورت كده. المنقذ بقى ميسون ماونت، هو ده بقى اللي هيعدل الميله، هو ده اللي هينزل يكسبنا الماتش دلوقتي. يا كونيا طلع الكوره من رجلك، كره القدم لعبه جماعيه والله. ميسون ماونت نزل مكان لوك شو، احنا بنحشي. هو ميسون ماونت اللي قلنا عليه الماتش اللي فات بعد ما نزل ب10 دقايق ان هو لسه ما جاش، هو نازل طبعا عشان ينقذنا دلوقتي. دي ليخت لعب كوره زي بتاعه احمد صلاح حسني قدام الاسماعيلي في 2003 بس الثانيه دخلت، دي لا. انت لما تشرب ميه زي جوارديولا كده هنكسب يعني؟ هو ايه موضوع الزحلقه ان دي ليخت اتزحلق مرتين ومنهم مره كنا هنلبس جون؟ ده الملعب ماله. طب دلوقتي زيركزي نازل مكان دورجو، فانت تقريبا طلعت الدفاع كله واللي فاضل معاك في الدفاع دلوقتي يورو ودي ليخت. احنا ايه الخطه يا معلم؟ يعني انا دلوقتي عندي 6 مهاجمين في الملعب، عندي زيركزي اللي لسه نازل، عندي ماونت، عندي يورو، عندي مبومو، وجنبه بقى كونيا وسيسكو اللي بيلعبوا من اول الماتش. تبي تهاجم؟ اعطيه 6 مهاجمين كل الالوان. لا ده احنا لاعبتنا ولاعبتهم كمان بيتزحلقوا في المنطقه، هم مغرقين المنطقه ميه ولا ايه اللي بيحصل؟ اخي المزارع قوم نفض هدومك من الطينه والعب. هو ليه علي محمد علي قاعد من اول الماتش بيبكتنا؟ ليه كل المذيعين دلوقتي بقى كل شغلتهم ان هو يبكتنا في مانشستر يونايتد ويزود همي اللي هو انا اصلا مش ناقصك؟ طبعا بعد حشوه المهاجمين اللي عملها اموريم دي بدا يتفاجئ ان انت دلوقتي مفيش حد يرجع يغطي مع الدفاع من نص الملعب، فماينو اللي انت منزله يلعبك كوره ويطلعك بالكوره لقدام بقى هو اللي بيرجع يغطي، وبقيت انت برضو عندك نفس المشكله ان انت ال6 مهاجمين اللي قدام بعد ما كانوا 3 بقوا 6 مش عارف توصل لهم الكوره. سبحان الله يا اخي. طب شباب هو احنا عندنا تارجت نرفع العرضيات للاعلانات؟ يعني احنا ما بنرفعش العرضيه رايحه لحد، احنا بنرفعها تخبط في الاعلان وترد ويلعبوها وبعدين لما تجيلنا نرفعها الاعلان تاني. ده سبونسرشيب؟ مين اقنعهم ان هو لما يفتح لي شباك في صدر الحكم واتفرج منه على الماتش ان دي هتبقى حاجه ممتعه؟ وحشه قوي الكاميرا دي، حط كوره زي الناس. الاسم زيركزي، الاداء علي ربيع. فات نص الوقت الضايع واحنا اللعيبه عندنا بقى عادي بتتمشى في الملعب، هم كمان اللي بيجوا عندنا هم اللي بيهاجموا علينا، مش احنا بقى اللي سخنين وعايزين نتعادل. لا 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 مفيش الكلام ده. عايز ملخص اتيتيود لعيبه مانشستر يونايتد بقى في الماتشات دي؟ الدقيقه 95 والكره ساقطه الماينو بيستلمها في نص الملعب، بدل ما يستلمها بيريحها بصدره اللي جنبه. يا معلم انت خسران. هجمه مرتده في الدقيقه 95 وقطم. ايه ده؟ يعني ايه والله اتشاطت في نص الجون ودخلت؟ هجمه طولت بمنتهى المرقعه من كوبي ماينو، اتردت عليك مرتده واتشاطت عليك شوطه في نص الجون دخلت. انت بتعمل ايه يا بايندير؟ يعني انت بدات تطير عليها بعد ما الكوره دخلت؟ ده اعلان للخطوط الجويه التركيه يعني؟ بايندير فرد ايده على الكوره بعد ما الكوره عدت. انا ما بقتش عارف اقول ايه في الفرقه دي ولا في اللعيبه دي والله ولا في المدرب. قبل ما نتكلم بقى على اللي حصل في الماتش، ايه قصه ان انت كمدرب قاعد بتصدر لي الاحباط وقاعد باصص في الارض وقاعد شايل الهم؟ انت بتصدر لي انا ايه وبتصدر للاعيبتك ايه؟ ومين اللي المفروض يقوم يكون مسؤول عن نفسيه اللعيبه ونفسيتي يا سيدي انا كمشجع؟ يعني انت لما كل ماتش تقعد مصدر لي الوش بتاع انك شايل الهم يا حرام، انا استفدت ايه؟ انت قاعد بتعمل ايه على الخط؟ قاعد بتشكي همك للنجيله ليه؟ وبعدين ممكن نبدا حتى من الاخر للاول. لما عملت التغيير بتاع دورجو انت كان بكل منطقيه ممكن تلعب ب4 ورا وتظبط شكل الملعب يبقى 4-3-3 او 4-2-3-1 وتلعب، لكن مش مهم الفرقه، المهم فلسفتك هي اللي تنتصر، ومش مهم نكسب، ومش مهم النتيجه هتخلص على ايه. من اول الماتش وحتى الماتشات اللي فاتت اخطاء في تمركز اللعيبه، واخطاء في التحركات جوه الملعب، واخطاء في نقل الهجمه، واخطاء في الدفاع. انت بقى كمدرب ايه الاضافه اللي انت قدمتها لي من الموسم اللي فات؟ يعني انا ما شفتش لعيب واحد من الموسم اللي فات انت طورته، او لعيب حتى موجود انت طلعت احسن حاجه عنده. وبعدين هي ايه الخطه؟ احنا لما بنلعب بخطه ايه الخطه؟ ايه التكتيك؟ ايه الحاجه اللي انت بتعملها لي واقول والله دي جمله عملها المدرب؟ الكره بتاعت تشيلسي اللي بتسقط من ورا المدافعين بتوع الخصم اللي انت خدت منها ضربه جزاء في 6 ماتشات لعبناهم ولا في 5 ماتشات لعبناهم من اول الموسم، هي دي الاضافه اللي انت قدمتها لي؟ اموريم طالع في اللقاء اللي بعد الماتش بيقول احنا لما بنكسب محدش بيقول لنا اسلوب، لكن لما بنخسر الناس بتتكلم على السيستم. سيستم ايه؟ انت كسبان 9 ماتشات من 33 ماتش في الدوري من يوم ما وصلت. انت مفيش ولا مره كسبت ماتشين ورا بعض. ايه الاسلوب؟ اسلوب في الفشل ولا اسلوب ايه؟ وبعدين بتقول ان احنا ما لعبناش كورتنا، احنا لعبنا كوره الخصم والمفروض المرات الجايه نلعب كورتنا. فانت مستنيني انا بقى ككريم انزل اجيب لك اللعيبه وانزل انا اعمل خطه ونلعب كوره على الفرق اللي قدامنا، ولا مين اللي المفروض يصلح ده؟ وبعدها بيقول انا مش جاي احمي اللعيبه،
انا جاي ان انا اقدم احسن حاجه للفريق وللنادي. والله لو دي احسن حاجه انت بتقدمها لنا يبقى مع السلامه يا معلم، مش عايزين. عشان احنا كمشجعين مفروض بقى نصبر لحد امتى على القرف ده؟ انا مش هكلمك ان احنا صبرنا 12 سنه بيتغير علينا مدربين وبيتغير علينا ادارات وبيتغير علينا لعيبه، بس انت دلوقتي بتدرب من الموسم اللي فات طالع المركز ال 15 في الدوري عشان المقامره اللي خدتها على اليوروبا ليج ان انت كمان تكسبها وتاخد الشامبيونز، فشلت فيها وما عملتش فيها حاجه. فانت دلوقتي مستني مني ان انا افضل اسمع تبريراتك لفشلك كل ماتش عشان تقدم لي ايه؟ ما هو انا كمشجع ما تحاولش تبيع لي الفكره بتاعت ان برينتفورد كسكواد وككواليتي لعيبه احسن من لعيبتي، ولا تحاول تقنعني ان بيرنلي اللي انا كسبتهم في الاخر بضربه جزاء دول لعيبتهم كمان احسن من لعيبتي. انا معاك ان انت مش كل اللعيبه اللي معاك هم دول اللي انت طالبهم، ولا هم دول اللي هيطبقوا اسلوب اللعب بتاعك، بس هو ايه اسلوب اللعب بتاعك؟ حتى الموسم اللي فات فرقه زي ساوثهامبتون يتقدموا عليك في النتيجه 2-0 وترجع عليهم 3-2 بصعوبه، وفي الاخر ساوثهامبتون دي يا معلم فرقه هبطت. انت ليه بتكلمني عن اسلوب لغايه دلوقتي؟ مفيش فرقه من دول عندهم لعيبه احسن من لعيبتي حتى بالفرقه الوحشه بتاعت السنه اللي فاتت اللي طلعتني ال 15. وبعدين كمان بقى طالع تقول احيانا اللعيبه بتبقى في الملعب او حتى في التمرين بتبقى مش في حالتها عشان الضغوط. طب المفروض ان انت مستني مني انا اللي اشيل من عليهم الضغوط؟ ما هو انت دلوقتي اللي طالع بتسلم اللعيبه واللعيبه بتسلمك في الملعب وبتصدروا لبعض الضغوط بطريقه متبادله، فانت بشكلك كمان حتى في الملعب ان انت قاعد باصص في الارض، ما انت يا معلم اللي بتصدر الضغوط على اللعيبه. فانت محتاج ان انا اجي احميهم لك. مثلا انا اجي اتفرج على الماتش كل اسبوع على لعيبه بتنزل محبطه ما باخدش منها اداء، وكمان بتفرج على مدرب قاعد بيتفرج عليهم وقاعد بقى وشه في الارض وزعلان. معلش انتوا متعودين ان انا كل ماتش حتى لما بنخسر بطلع ابقى مبتسم واحاول اهزر على الماتش واحاول ان انا اخفف حتى اللي بيحصل، لكن بجد انا مش هقدر استحمل الردود المستفزه بتاعت امورين كل ماتش. والمفروض بقى كمان ان انا افضل ادوس على نفسي وادعمك يا سيدي. لا، انت الماتش الجاي قدام ساندرلاند، فرقه لسه صاعده ما عندهمش اي ادفانتج عليك، ومش هيكون مقبول التخريف في التشكيل ولا ان انت ما تكسبهمش. ماتش ساندرلاند اخر ماتش قبل التوقف الدولي، احنا كنا عايزين ناخد 6 نقط من الماتشين دول، الحمد لله في 3 راحوا. لو سمحت ال3 نقط اللي جايين دول ما يضيعوش، ده لو انت اصلا كملت مدرب للفرقه. المنظر ده ليفربول لما يرجعوا بعد التوقف الدولي يلعبونا احنا هنتهان. ففي النهايه احنا مش هنستحمل اكتر من كده تاني. سلام.